صفيتهم. صفي اليوم غاندي السحمراني وقبله أسلافه من إشحاد جوهر إلى عبد الدوالي وضرار الرفاعي وصالح عظمي عبد الله وعصام البقاعي وأحمد الحسن وعامر دحابري وأمير جند الشام عماد ياسين المصاب إصابات خطرة. كل هؤلاء تواروا عن الحياة عصبة واحدة، وآخرهم السحمراني الذي شوهد في أيامه الأخيرة مع المدعو محمد جوهر قرب جامع الصفصاف قبل أن يستدرج لاحقا ويعذب ويقتل شنقا. ما هي الخلفيات وأي رابط لجند الشام مع باقي المجموعات المسلحة والتي ينسق بعضها مع الجيش؟ والأهم أن اسم غاندي السحمراني كان مدرجا بين أسماء فهرس المحكمة الدولية. مقتولا خنقا ومقيد اليدين والرجلين ومطعونا بآلة حادة وملفوفا بحرام، وجد زعيم جند الشام المنحل غاندي السحمراني مرميا في موقف للسيارات داخل مخيم عين الحلوة. اسم غاندي وتنظيم جند الشام ورد أكثر من مرة في التحقيقات مع مجموعة 13، كما ورد اسمه في التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وورد في قاموس المحكمة الدولية. وكانت للزميلة كرمة خياط مقابلة أجرتها معه في إطار تحقيق حينها عن مجموعة 13. لهذا سبحان الله قررت انه حل جند الشام. وجدت مره صحفيه حلينا لجند الشام، حلينا العوده، حلينا العوده، يعني مش انه حليناه، يعني حليناه انتهينا منه، يعني نقطع حيله هو اصلا، يعني قبل ما يكمل طريقه نقطع حيله. السحمراني الملقب بأبي رامز أبرز المطلوبين إلى السلطات اللبنانية، والبالغ من العمر 45 عاما، ابن عم الرقيب في قوى الأمن الداخلي هيثم السحمراني الذي أوقف بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي. كان يقيم في منطقة حي الطوارئ في تعمير عين الحلوة. لبناني من طرابلس فر إلى المخيم بعد الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس بين الجيش السوري وحركة التوحيد الإسلامي عام 87. الرئيس رفيق الحريري كان شو يعني، هو اسمه رئيس على حسب زعمه هن، بس هو مش رئيسي لي انا، يعني رفيق الحريري. ما اتفقش نحن مع الحريري بالاصل، نحن مسلمين وهو وينك علميني وينك وين، السماء والارض في فرق، ما يكون بينها وبينها ذراع فيعمل بعمل اهل النار ويروح في جهنم. شكل عام 2000 مع الفارين من الضنية مجموعة أطلق عليها مجموعة الضنية، لتندمج لاحقا مع منشقين من عصبة الأنصار وتؤلف تنظيم جند الشام. وقد تولى السحمراني وإشحاد جوهر الذي قتل قبل عامين وعماد ياسين إمارة مجموعة جند الشام بعد استقالة مؤسسها الشيخ محمد أحمد شرقي أبو يوسف عام 2004. وشاركت المجموعة في معركة نهر البارد ضد الجيش اللبناني، كما كانت مجموعاته طرفا في أكثر من نزاع مسلح ضد حركة فتح، وارتبطت بتنظيم فتح الإسلام وتنظيمات أصولية متطرفة أخرى. وإثر العثور على جثة السحمراني نقلها عناصر من الكفاح المسلح ومن القوة الأمنية المشتركة إلى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم، قبل أن تنقل إلى مستشفى الهمشري في صيدا، إلى حيث حضر النائب العام الاستئنافي في الجنوب سميح الحاج وأعطى تعليماته إلى الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لإجراء الفحوصات، فيما عقدت لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية في المخيم اجتماعا طارئا لمتابعة الحادثة وشكلت لجنة تحقيق. نطمئن أهلنا في مخيم عين الحلوة والجوار وبأن الوضع الأمني في المخيم مستقر، والقوى السياسية الوطنية الإسلامية الفلسطينية حريصة على استمرار التفاهمات إلى أن تضمن استقرار الوضع الأمني في المخيم. من جهته نفى قائد الكفاح المسلح في لبنان العقيد محمود عبد الحميد عيسى اللينو أن يؤدي مقتل السحمراني لأي رد فعل في المخيم أو على أطرافه. الحدث اللي صار فجر اليوم حدث ما زال حتى الآن يلف الغموض حقيقة. غاندي السحمراني معروف أنه من عناصر أو بالأحرى كوادر جند الشام المعروفين، من فترة طويلة غايب عن الأنظار. طبعا هو كان متابع وملاحق بقضايا أمنية حقيقة إلا وللدولة. طبعا إحنا دنا الجريمة، بالتالي هي جريمة. إحنا كان مطلوب لنا مطلوب اعتقاله،
بس الجريمة هاي لها ملابساتها، احنا راح نتابع الأمر لحظة باللحظة حتى نوصل لحقيقة الأمر. في تنسيق وفي تعاون كامل ما بيننا وما بين الأجهزة الرسمية اللبنانية، وهذا احنا بصدد تطويره وملاحقة الأشخاص اللي ممكن يشكلوا خطر على مخيماتنا أو على أمن وسلامة لبنان. هل ترجح أن يكون لهذا الاغتيال علاقة بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ حقيقة هذا الموضوع ما بقدر أأكده، لأنه ما عندي معطيات ملموسة حتى أحكي بهذا الموضوع، بس ولكن بقول لك يعني ما زال سيد الموقف هو الغموض. معلومات للجديد أكدت أن أحد أعضاء التنظيمات الإسلامية جاء ليلا إلى منزل السحمراني وناداه وذهبا معا إلى جهة مجهولة قبل أن يعثر عليه جثة هامدة، فيما تحدث البعض عن أن خلافا شخصيا قد يكون وراء الحادث. بعد اغتيال شحادة جوهر وانكفاء عماد ياسين، خسر تنظيم جند الشام أو فتح الإسلام آخر قياديه بمقتل غاندي السحمراني، وهو ما سيفتح الباب واسعا حول التساؤل حول مصير ما تبقى من عناصر في التنظيم، وما إذا كان الجيش اللبناني سيتم دخوله إلى هذه المنطقة. من حي الطوارئ، إبراهيم تسوقي،